السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ والنهارده هنشتغل بدي سبونج جاهز بس في السيجون. بس قبل ما نشتغل انا كنت جايبه كيلو كريم شانتيه اللي هو هايبر توب المتحده، وجايبه كيلو دي سبونج. طبعا انا جايبه كيلو كيلو لان الاسعار دلوقتي مش ثابته، فقلت اشتغل احتياجي بس. جبت كيلو وكيلو. الكيلو الكريمه ب 260 جنيه، وكيلو دي السبونج ب70، على ما نشوف الاسعار هتستقر على ايه. اول حاجه انا هشتغل بدي سبونج جاهز في السيجار لاول مره. وقفت الشغل بدي العادي دلوقتي عشان السكر طبعا كل الحاجات اللي انتوا عارفينها والاسعار المتضاربه في السوق دلوقتي. فهشتغل بدي سبونج جاهز للناس اللي كانت حابه تشتغل بيه في السيجار. يلا بينا. قبل ما نبتدي، لو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب لاكلات في مطبخك، وتشيري الفيديو لاكبر عدد من الناس عشان يوصلهم كل جديد. فدلوقتي هنوزن 300 جرام دي سبونج. المقدار ده هيتحط فيه صاج 27 في 37 اللي هو عندي، اللي كنا اشتغلناه بدقيق عادي، ويتحط في صاج برضو عندي وجربته اللي هو 40 في 29 او 40 في 30 على حسب ما يكون عندك. المقدار ده 300 جرام دي سبونج، 3 بيضات، معلقة الا ربع كبيرة محسن جل، وفانيليا، وربع كوبايه من الميه. والمقدار ده حلو جدا وطلع معايا ممتاز في السيجان اللي انا بقولك مقاساتها دي. وزننا 300 جرام دي سبونج، هناخد معلقه الا ربع كبيره اهي من محسن الجل اللي هو بونو المتحده، وهنحطها كده على دي السبونج. طبعا بالنسبة دلوقتي لدي السبونج هو اوفر بما ان السكر غالي جدا وطبعا مش لاقيينه كتير، مش متوافر كتير. وطبعا الدقيق العادي غالي برضو، فقلنا نشتغل بدي سبونج. وادي ربع كوباية من المية، وهنحط عليهم 3 بيضات، حجم البيضة يكون كبير اهو. ده المقدار اللي هنحطه في الصاج. انا حبيت اشتغل لكم بيه او انزل لكم بيه للناس اللي حابه تشتغل بدي سبونج، مش بتحب شغل الدقيق العادي. اهو بتحطش كل المقدار على بعضه، بس اهم حاجه تكون عندك المضرب سرعته عاليه. تمام. اهم 3 بيضات هنحطهم كده على المقدار، وهنبتدي نضرب الكلام ده كله مع بعضه. هنحط الفانيليا دلوقتي وتصفي البيضة كويس، عشان اهم حاجة البياض بتاع البيضة ده هو ده اهم من الصفار في الاسبونج، في شغل الاسبونج. البياض بيبقى اهم من الصفار. وهنحط كده معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة اهو. فانيليا السايلة بتمنع زفارة البيض احسن من الفانيليا البودر، فشغلي كله اللي هو بالبيض بستعمل فيه الفانيليا السايلة. اما الفانيليا السايله ما بحبش احطها لما ما يكونش فيه بيض، بحب احط البودر. هنبتدي بقى نعمل المضرب على اعلى سرعه، وما توقفيش المضرب لغايه ما السبونج ده، مجرد ما تشغلي المضرب ما توقفيهوش لغايه ما السبونج يعلى معاكي. بتضربي قد ايه؟ حوالي على حسب سرعه المضرب، انا بضرب من 10 ل 15 دقيقه. وطبعا مشغله الفرن على درجه حراره 200. مادام هنعمل شغل سيجان يبقى بعلي الفرن على اعلى درجة، عاملاه على 200. وادي الخليط انضرب معايا، وبصوا عالي وجميل ازاي. وادي الصاج بتاعي اللي هو 27 37 هيبقى عالي جدا فيه، عشان كده انا حطيته في صاج بعد كده 30 في 40 المقدار ده. اما الصاج ده بعد كده انا لو هعمله بربع كيلو دي سبونج بس، لان طلع المقدار عالي فيه جدا اللي هو 27 في 37 ده. فالمقدار ده 300 جرام يتحطوا فيه صاج زي ما قلتلك مقاس 30 في 40، هيبقى ممتاز وحلو جدا. انا جربته بعد كده ولقيت شغله حلو جدا. 300 جرام مع صاج 30 في 40 بيطلع نتيجة هايلة وعالي وحلو برضو، يعني جميل جدا. لكن هنا عالي جدا جدا اوفر يعني. فانا دلوقتي لاني كنت هطلع منه بوكس، الصاج ده بطلع منه بوكس اللي هو الكبير والبوكس اللي هو العائلي. ف... فانا عملته في صاج 30 في 40، طلع لي البوكس العائلي مرتاح جدا، وبقى سبونج كمان معايا. ببتدي افرد بقى. انا خدت نص الخليطه هو الابيض، والنص التاني حطيت عليه معلقه من الكاكاو الخام وقلبته مع بعضه، وهحطه في نص الصاج التاني. بتبتدي بقى اهو. بصوا اهم حاجه الخليط ما يبقاش سايل، الخليط يبقى عامل زي الكريم شانتيه كده، عشان ده اللي هيديكي نتيجه ممتازه. هنفرد بقى بالسكريبر كده، هنفرد الخليط بتاعنا في الصاج اهو بنفس الطريقة دي.
وطبعا انا عندي التورتيه اللي انا بطلعها في البوكس الكبير او العائلي بتبقى يا اما شوكولاته يا اما فانيليا، ما تنفعش نص ونص. يعني اللي بيطلبها معايا بقول له يا اما فانيليا يا اما شوكولاته بالنسبه للتورتيه، والعلب اللي معايا يا اما مشكله يا اما شوكولاته يا اما فانيليا، على حسب ما انتوا تحبوا. وببتدي اساوي بقى بالسكريبر، تساوي كله خلاص. انتي قسمتي النص ونص خلاص على حسب الاحتياج، وسوينا الصاج بالشكل ده. الصاج ده طبعا خفيف انتوا عارفين، فانا بحطه في صاج تاني اتقل شوية وبدخله الفرن في الصاج ده. اهو بصوا انا بجيب صاج تاني محمل عنه وبحط فيه الصاج ده بحيث ان هو ما يتحرقش معايا. لان السيجان دي من السيجان الخفيفه، الصاج ده بالذات اللي هو 27 37 ده الصاج الوحيد اللي عندي اللي خفيف قوي، فبضطر احطه في صاج تاني علشان يطلع معايا ممتاز. اهو طلع معايا بالشكل ده. اخد في الفرن حوالي ربع ساعه بالظبط وطلعته. هتحطي ايدك بالراحه كده هتلاقيه مظبوط معاكي وجميل جدا جدا. بقلب الصاج ده على طول وهو سخن على ورق اللي هو حواوشي مستورد او ورق زبده على حسب المتاح عندك. بعد ما بمشي السكينه على الجناب عشان ما يتقطعش معايا، بنقلبه هو سخن ليه؟ علشان الوش يلزق معايا في قلب الورقه، ما احتاجش ان انا اقشره بعد كده فيشيل طبقه كبيره من الوش، فعشان كده بنقلبه وهو سخن. بس اسلك الجناب كده الاول، بمشي السكينه عليه من الجناب داير ما يدور عشان يتقلب بكل سهوله، ما يتكسرش معايا او ما يحصلوش اي حاجه. اهو بصوا خلاص كده احنا فككناه من الجناب. هنجيب بقى الورق اللي انا بقولكوا عليه وهنقلبه عليه وهنغطيه وهنسيبه مثلا من بالليل للصبح. اهو بصوا الصاج طبعا سخن فانا بشيله وبعدين هقلبه زي ما قلتلك. هجيب ورقتين دلوقتي وهقلبه. طبعا الارتفاع ده عالي جدا جدا، فانا عشان كده بقولك ال 300 جرام لما تيجي تحبي تعمليهم اعمليهم في صاج 30 في 40. فانا بعد كده اصلا بقيت بشتغل المقدار ده في صاج 30 في 40 لما اكون بعمل البوكسات، بدل هشتغل بدقيق سبونج. زي ما قلتلك السجان دي من السجان الخفيفه قوي. اهو بصوا بصوا ارتفاع السبونج قد ايه. اهو بسم الله ما شاء الله الارتفاع جميل جدا. من 300 جرام دي سبونج بس، وسهل بقى وشغله سهل. هتجيبي بقى فوطه وتغطيه وتسيبيه لتاني يوم، وهوريكم هنشكل البوكس ده في الفيديو الجاي ازاي. بس بعد ما اوريكي ارتفاع الاسبونج ده تاني يوم، وببتدي بقى ان انا اقشر الاسبونج اهو. بشيل الورق اللي عليه، انا بوريكي بس ارتفاعه وهوريكي ايه بعد ما نشيل كده الورق من عليه. لكن ان شاء الله تشكيله يعني البوكس اللي انا هطلعه منه هوريهولك في الفيديو الجاي. بصوا بقى الاسبونج وعلوه قد ايه، بسم الله ما شاء الله علوه الاسبونج قد ايه جميل جدا وعالي. وعجبني جدا شغل الاسبونج الجاهز في السجان. انا كنتش يعني ما كنتش بشتغل بيه في السجان، كنت كل شغلي في السجان بالدقيق العادي وطريقة الفصل زي ما كنت بوريكم في الفيديوهات اللي قبل كده. لكن بصراحة اما قلت لا هشتغل بدقيق سبونج في السجان عجبني جدا الشغل، وهتلاقوا الفرق يعني في السعر مش كبير. وبدل ما تقعدي تفصلي ده عن ده، بصوا بقى ده اللي انا بقول عليه ان الوش بيطلع اهو في الورقة، والحاجات الخفيفة اللي بتتبقى بتقدري ان انت تقشريها بايديكي كده وتشيليها، والسبونج بيبقى جميل جدا معاكي اهو زي ما انت شايفة. وبتقشري الحاجات الخفيفة اللي هي باقية دي بمنتهى السهولة، وبيبقى جاهز معاكي اهو. وبتبتدي ان انتي تجيبي بقى وتقيسي المقاسات. انا عايزه اوريكي برضو قد ايه السبونج عالي. هنطلع بس اول تورتيه دي كانت مطلوبه فانيليا اللي هي بتاعه البوكس ده، فهوريكي انا بجيب الطبق ده قطره. يعني التورتيه دي بتطلع مقاس 15 مع البوكس سواء العائلي او البوكس الكبير. اهو بصوا بقى بصوا هتطلع عاليه جدا التورتيه. عشان كده بقول لكم اعملوه في صاج 30 في 40 هتطلع التورتيه مظبوطه وهتطلع عاليه برضو. يعني التورتيه مش هتطلع ان هي بسيطه، لا هتطلع عاليه برضو. هنكمل بقى ان شاء الله في الفيديو الجاي وهوريكم بقيه البوكس هيبقى عامل ازاي.